السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رأيكم في الأكلة الجميلة دي؟ فراخ دايبة ومستوية وجميلة جدا، والرز بجد بجد يهبل، حاجة كده خطيرة من الآخر. هنعملها بمنتهى السهولة وهتعجبكم جدا وصفة النهاردة، بجد بجد تحفة. يلا بقى قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تعملي لايك للفيديو وتشاركي الفيديو مع حبايبك واصحابك، ويلا نسمي الله ونصلي على رسول ونشوف وصفتنا النهارده. هجيب بولة صغيرة كده او طبق، وهحط فيه كل التوابل بتاعة الفراخ بتاعتنا. هحط معلقة بهارات فراخ، معلقة كبيرة حلوة كده بهارات فراخ، انا مش مسرعة علشان تشوفوا التفاصيل كلها. وهحط معلقة بابريكا، يبقى بهارات فراخ وبابريكا، وهحط فلفل اسود، كل الحاجات دي طبعا موجودة ومتوفرة. وهحط شوية ملح، وهحط دبس رمان بيبقى تحفة في الفراخ، في تتبيلة الفراخ المشوية. هحط معلقة كبيرة دبس رمان. وهجيب بقى الحاجة بقى التحفة في الوصفة بتاعتنا النهاردة، الصويا صوص. هحط معلقة او معلقتين كبار من الصويا صوص، وهحط كمان معلقة زيت، وهقلب كل المكونات بتاعتي دي كلها كويس جدا. بهارات فراخ وملح وفلفل وبابريكا مع الصويا صوص ودبس الرمان وكمان الزيت. كده التتبيلة بتاعتي بتاعت الفراخ جاهزة. الريحة بجد تحفة تحفة، لو جربت التتبيلة دي هتعجبك جدا الفراخ المشوية في البيت. انا بقى عندي فرخة حلوة كبيرة كده 2 كيلو كده، مغسولة ومنقوعة في محلول النقع ومتصفية. انا بقى بشرحها زي ما انتوا شايفين كده عشان التتبيلة توصل لكل مكان فيها، ما بسيبش حتة فيها الا ما بشرحها، حتى اللي جناحها. وهجيب التتبيلة بتاعتي وهصب كده على الفرخة واعمل لها مساج وادلعها كده من جوه ومن بره ومن كل حتة، وافتح بايدي كده في الشرايح دي وادهنها من التتبيلة. هروح على حلة على النار، هنشوف هنعمل فيها ايه. هحط 4 كوبايات مية، كمية المية على قد كمية الرز اللي احنا هنستخدمها. انا هستخدم 2 رز فحطت لها 4 كوبايات مية. هحط ورقتين ورق لورا اهو، او ورق الغار زي ما بيقولوا عليه في بعض الدول العربية. وهحط كمان ليمونتين لومي اللي هو الليمون المجفف. وهبدأ احط البهارات بتاعة الكبسة او الرز بتاعتي. هحط شوية كاري وشوية كركم وشوية بهارات كبسة بنجيبها من عند العطار، بتدي طعم حلو جدا للرز البسمتي. وهحط شوية ملح ومكعب مرقة، دي بهارات الكبسة. وعود قرفة خشب، كل دي مكسبات طعم حلوة جدا للرز البسمتي بتاعنا. ودي معلقة بابريكا عشان تعزز اللون كمان. وهحط الملح وهحط مكعب مرقة. كده عندي مرقة الرز بقت جاهزة. خدوا بالكم انا محطتش اي مادة دهنية، هسيبها تغلي وهطفي عليها كده تمام. هجيب الكيس الحراري بتاعي والعشق بتاعي وهنزل فيه ب2 رز بسمتي مغسول. انا ما بنقعش الرز البسمتي، انا بعشق يا جماعة الاكياس الحرارية، بحب اعمل فيها كل الاكل، بجد بتدي نتيجة تحفة. نزلت الرز، هضيف بقى الاضافات الخاصة بي انا. الرز المبهر ده بقطعها طماطمايه كبيرة مكعبات صغيرة هنزل بيها على الرز، وكمان بصلاية وسط متخرطة قطع صغيرة هنزل بيها على الرز.
وادعيلي بعد ما تعملي الرز بالطريقة دي سواء في الحلة او في الكيس الحراري. وهنزل عليها بقى بالمرقة اللي انا مجهزاها. عرفتوا انا حاطة 4 كوبايات ليه؟ لان انا حاطة كوبايتين رز، وكوباية الرز بتاخد كوبايتين مية. كده همسك الكيس بقى وارجه كويس عشان احط كمان فصين حبهان نسيت احطهم في قلب المرقة اهم. وهمسك الكيس بتاعي كويس وهرجه كويس جدا عشان اخلط الخلطة كلها مع الرز. انا مش هحط مادة دهنية يا جماعة، اللي عايز يحط مادة دهنية في المرحلة دي هيحط ربع كوباية زيت. هجيب بقى الفرخة بالتتبيلة بتاعتها الحلوة دي وهنزل بيها على الرز كده. عرفتوا انا محطتش مادة دهنية ليه؟ انا هكتفي بالدهون اللي هتنزل من الفرخة. هجيب بقية التتبيلة بتاعت الفرخة وهنزل بيها على وش الفرخة كده، وهدهن بيها وش الفرخة. وهجيب بقى الرباط بتاعي وهقفل الكيس كويس جدا، بس هسيبه فاضي فيه شوية كده، يعني هربط من فوق شوية عشان الرز لما يزيد. ربطت الكيس بتاعي اهو، هجيبه كده الفه وهربط من فوق اهو، سايبه براح عشان لما الرز يزيد معايا اهو. وهدي بقى كام خرم كده في قلب الكيس بالسكينة، ببوز السكينة زي ما احنا متعودين دايما عشان البخار ما يفرقعش الكيس في قلب الفرن اهو. بس كده هدخله الفرن لغاية ما يتشرب الرز والفرخة تستوي، بياخد تقريبا ساعة. خلاص كده جاهز معايا. هفتح الكيس معايا بقى، خدوا بالكوا عشان البخار ما يلسعكوش. بجد تحفة. شايفين الفرخة خدت لون جميل جدا ومستوية ودايبة دوبان كده، والرز مفلفل جدا وريحته بجد خطيرة. ولا عملنا مواعين ولا اي حاجة، هي يدوبك الحلة اللي عملنا فيها المرقة وكله في قلب الكيس. هشيل الفرخة بتاعتي بقى، هرفع الفرخة من على الرز. الفرخة دايبة ومستوية جدا، الريحة تحفة، قلبت البيت قلبت البيت. هجيب بقى كده ارفع الفرخة بتاعتي بالراحة عشان ما تتكسرش. هحطها في السرفيس اللي هقدم فيها، وهجيب سرفيس تاني بقى. شايفين الرز مفلفل ازاي؟ تحفة. وهفضي الرز في قلب السرفيس كده بقى جاهزة معايا، وجنبها بقى شوية سلطة. وادعي لاختك، الفراخ مستوية جدا ودايبة وشاربة التتبيلة وطعمها تحفة، والرز بجد خطير، هيعجبكم جدا. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشارك الفيديو مع حبايبك واصحابك. واللي اول مرة يشرفني ياريت يعمل سبسكرايب للقناة ويفعل الجرس، واشوفكم ان شاء الله في فيديو